أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. مرهاوي قدوس يتوج ببطولة إريتريا عام 2022. تقديم أكثر من 84 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء في الإقليم الأوسط. الشؤون الثقافية يخرج 130 شابا بالرقصات الفلكلورية. بوريل يؤكد من طهران استئناف المحادثات النووية مع إيران. بوتين يعد بيلاروسيا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية للتصدي للغرب. والآلاف يحتجون في مدريد على قمة الميترو. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت اليوم الأحد بطولة إريتريا للدراجات الهوائية لعام 2022 التي بدأت يوم الجمعة 24 من يونيو بسباق ضد الساعة الفردي، وتوج في سباق الطرقات الذي جرى في شوارع أسمرة لمسافة 171.7 كيلومتر، والذي بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية. وشارك فيه فئة الكبار ودون السن 23 عاما الأولمبي مرهاوي قدوس عضو فريق AF Education الأمريكي، قاطعا مسافة السباق بسرعة 43.3 كيلومتر في الساعة. وكان قد فاز ببطولة إريتريا للدراجات الهوائية أيضا عام 2018، وفاز بالمركزين الثاني والثالث كل من نتنائيل تسفاتيون ونيات رؤسوم، فيما توجت نيات رؤسوم بطلا لبطولة إريتريا عام 2022 فيما دون 23 عاما، تاركا المركزين الثاني والثالث لكل من ملكياس قدوس وسامسوم هابتي. وإن تتويج مرهاوي قدوس الفائز بالمركز الثالث في سباق السرعة ضد الساعة الفردي له باع كبير له ولفريقه. وتوجت في فئة الإناث متسابقة الإقليم الجنوبي موناليزا أرآيا، بينما جاءت في المركزين الثاني والثالث كل من قسانة ولد ميكائيل من سيراير ساوا وأديام داويد من دندن. وتوجت قسانة ولد ميكائيل ببطولة إريتريا لعام 2022 في فئتي الكبار ودون السن 23 عاما. وتوج بالمركز الثالث في سباق الشباب كل من متكل جبر جرجيس من سنبل ودانييل تيدروس من أسبيكو وروبيل هايل مريم من دندن. ومن فئة الإناث كل من رومانا جوعيش من الراق وراهيل زرسناي من دندن وراهيل نجاش من سراير سوا. وفي الختام تسلم الفائزين الجوائز والكؤوس والميداليات من مختلف المسؤولين في الدولة. الجدير بالذكر أن الدراج بنيام جرماي الفائز في سباق السرعة ضد الساعة قد سجل رقما قياسيا كأسرع دراج في فئتي الكبار ودون السن 23 عاما. قدم فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط خلال عام 2021 والنصف الأول من العام 2022 أكثر من 84 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. وأوضح مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في الفرع السيد تيدروس في السهية أن المبلغ المالي المقدم لإعالة أسر الشهداء جزء من المبلغ المالي البالغ أكثر من 5 مليار و200 مليون نقفة الذي تقدمه الحكومة منذ عام 2004 لأسر الشهداء. كما تبرع الإريتريون في الداخل والخارج خلال العام 2021 أكثر من 634 ألف نقفة وزعت على 95 أسرة شهيد في الإقليم الأوسط. وقال فيما يتعلق بعملية تأهيل أسر الشهداء تم توزيع طلبيات على 6 أسر شهداء يقطنون في مديرية أخريا وبريخ وقال نفحي و4 أسمرة وأبا شاول، كلفت 288 ألف نقفة إضافة إلى تقديم 5000 نقفة لبدء العمل. كما تم تأهيل 7 أسر شهداء محتاجة في مديريات 4 أسمرة وقال نفحي وقدايف بالمواشي والتجارة ما قيمته 10,000 نقفة، ودعم عيني بقيمة 56 ألف نقفة في منطقة ماي عيني بمديرية قدايف. في غضون ذلك امتلك أبناء 56 أسرة شهيد رخصة قيادة المستوى الثاني بعد حصولهم على تدريب القيادة في مدرسة أسمرة للقيادة ودعم عيني عبارة عن أدوات للزراعة.
نظم قسم الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والرياضة في 25 دورة تأهيلية في الرقصات الفلكلورية شارك فيها 130 شابا. وقال الفنان المخضرم كحساي جبرهيوت في مراسم التخرج إن الدورة اشتملت على التأليف وإدارة الرقص وكذلك خلفيته التاريخية، وهدفت إلى تطوير رقصات قومياتنا بالمحافظة على أصالتها، ونظمت نظريا وتطبيقيا. وذكر أن ثلث المتخرجين هن الإناث، وكانت مشاركتهم وقابليتهم للمعرفة المقدمة جيدة جدا. ودعا مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي المتخرجين إلى تطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع والعمل لحفظ الرقصات الفلكلورية التراثية. ساهمت الحملات التوعوية التي تجريها لجنة التبرع الطوعي بالدم في زيادة كمية الدم المتبرع بها في مديرية دك أمحارة. أعلن ذلك في مناسبة تبرع موظفي الحكومة المدنيين في 14 من يونيو ب150 كيسا من الدم تحت شعار إنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم الذي يعوض. وذكر رئيس جمعية متبرعي الدم في مديرية دك أمحارة السيد جرماي السيد رفع وعي السكان حول التبرع الطوعي بالدم، وأن زيادة الدم المتبرع به من حين لآخر خير دليل على ذلك. الجدير بالذكر أن 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع الطوعي للدم أحيا في مدينة بارونتو على مستوى البلاد. كرمت مدرسة لمعة الثانوية 43 طالبا من منتسبي الدفعتين 34 و33 أحرزوا نقاطا عالية ما بين 3 إلى 4 نقاط في امتحان الشهادة المتوسطة أو الشهادة الثانوية الوطنية، و5 معلمين نموذجين وعمال النظافة. وتضمنت الجوائز التشجيعية على الكؤوس والميداليات والشهادة حسب نقاط الطلاب والمعلمين المميزين والعمال. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ يمان أفورقي في مراسم التخرج التي جرت في 25 من يونيو بعد أن هنأ المكرمين أن التعليم أساس كافة أنواع التطور، لذلك تتطلب عملية نقله إلى الأجيال جدية واهتماما للمعلمين. وقال كل من مسؤول التعليم في الجنوب الغربي بالأوسط الأستاذ أبره اللي الرفايني ومسؤول التعليم الأساسي الأستاذ مسفن ولد السلاسي أن الجائزة خير شاهد على الجهود الفردية ومسيرة مكللة بالرؤى الثاقبة، وعبر عن أمنياتهما الكبيرة لكي تدفع هذه الجهود إلى الأمام. وتم توزيع الشهادات على 96 متخرج حصلوا على دورة الإسعاف الأولية. في غضون ذلك خرج فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في دباروا 259 شابا حصلوا على دورات مهنية مختلفة في وجائزة عند مسو ل 28 أو ل 18 طالبا أحرزوا نقاطا عالية في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في العام الدراسي 2020 و2021. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن المحادثات النووية مع إيران ستستأنف في الأيام المقبلة، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة طهران. ويأتي لقاء المسؤولين في سياق جولة يقوم بها بوريل إلى طهران بهدف إيجاد سبيل لإحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وتجنب مزيد من التوتر في العلاقات بين إيران والأسرة الدولية. وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإيرانية أن المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف في الأيام المقبلة كانية على الاتفاق النووي الإيراني المبرم سنة 2015، مضيفا أن الهدف الأساسي لزيارته هو كسر الدينامية الحالية أي دينامية التصعيد وكسر الجمود في المحادثات. وتهدف المفاوضات المعلقة حاليا إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها في مقابل عودة الأخير للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأن موسكو ستزود بلاده بأنظمة صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. وفي اجتماع مع بوتين في سان بطرسبرغ عبر لوكاشينكو عن القلق إزاء السياسات العدوانية والصدامية والبغيضة التي تنتهجها ليتوانيا وبولندا المجاورتان لبيلاروسيا. وطلب لوكاشينكو من بوتين مساعدة بلاده على توجيه رد متناسب على ما قال إنها طلعات جوية مسلحة نوويا يقوم بها حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة قرب حدود بيلاروسيا. وقال بوتين وفقا لما جاء في ملخص نشرته وزارة الخارجية الروسية لفحوى الاجتماع: سنرسل إلى بيلاروسيا أنظمة اسكندر M الصاروخية التكتيكية التي يمكنها حمل صواريخ باليستية وصواريخ كروز في كل من نسختيهما التقليدية والنووية. احتج الآلاف في مدريد ضد قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة الإسبانية في الأسبوع المقبل. وكان المتظاهرون ينشدون بأغاني مناهضة للقمة، وزعموا أن زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا التي حث عليها الناتو تشكل تهديدا للسلام. ومن المقرر أن يلتقي قادة الدول الأعضاء في مدريد يومي 26 و30 من يوليو المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت يواجه فيها التحالف التحدي غير المسبوق المتمثل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس في مقابلة صحفية أن القمة ستركز كذلك على التهديد من الجناح الجنوبي لأوروبا في إفريقيا. وقال أيضا إن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا. في النبأ الأخير اختير الكلب الوجه السعيد أقبح كلب في العالم إثر مسابقة أقيمت في بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية. تقلب الحيوان البالغ من العمر 17 عاما وهو من نوع الكلب الصيني المتوج على 9 كلاب منافسة أخرى في المنافسة السنوية التي تقام منذ عقود. تم تبني الكلب الفائز العام الماضي خلال جائحة كوفيد-19 على يد موسيقية من أريزونا تبلغ 41 عاما وتدعى جينيدا بينالي. كان الأطباء البيطريون قد حذروا من أنه يسبب المشكلات الصحية، وقد لا يعيش الكلب لأكثر من بضعة أسابيع إضافية. وقال المنظمون إن هذا الحدث المشهور عالميا يحتفى بالعيوب التي تجعل كل الكلاب خاصة وفريدة من نوعها. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. مرهاوي قدوس يتوج ببطولة إريتريا عام 2022. تقديم أكثر من 84 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء في الإقليم الأوسط. الشؤون الثقافية تخرج 130 شابا بالرقصات الفلكلورية. بوريل يؤكد من طهران استئناف المحادثات النووية مع إيران. بوتين يعد بيلاروسيا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية للتصدي للغرب. والآلاف يحتجون في مدريد على قمة الناتو. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.